حاجات كتير، وفي حاجات لازم نستنى علشان نعرف الحقيقة، ودايما الحقيقة لازم بتظهر، مفيش حقيقة بتفضل يعني مش موجودة طول العمر، الحقيقة لازم هتوضح. هبة رجعت؟ دكتورة أسماء. تمام، اتفضلي يا هبة كملي. تمام يا حبيبة قلبي. بصي أنا بالفعل الشقة إبراهيم احنا جمعنا 100,000 وكنا دافعينها مقدم في الشقة، وأول ما اتعرفنا على هبة معلش اقفي في مكان الشبكة تكون واضحة فيه، أنا مش سامعاكي كويس. أنت كده سامعاني كويس؟ تمام اتفضلي. أول ما أستاذة وفاء اتعرفت علينا وجت كلمتني قالت لي أنتوا ما عندكوش شقة إزاي؟ هي جت عندنا، احنا كنا قاعدين في شقة حضرتك في القلب في حتة جنب المرج الجديدة. تمام. المكان ما كانش أحسن حاجة، بس كان على قد فلوس الإيجار اللي احنا نقدر ندفعها. تمام. اما دخلت الشقه قالت لي شقه لا تسمح لواحد مريض. قلت لها طب انا للاسف احنا عملنا كذا في شقه في عين شمس وهي بقت سعرها كذا. قالت لي سيبيني وانا هتصرف. بالفعل جمعت بقت حق الشقه، والشقه بتاعتي لسه باقي عليها 150,000 جنيه ومعايا ما يثبت ده. يعني الشقه باسمك انت؟ لا الشقه باسم ابراهيم. باسم ابراهيم. تمام. الله يرحمه ويسامحه، لكن الفلوس اللي على 150,000 بقوا عليا انا دلوقتي. تمام. انت دلوقتي عايشه في الشقه دي؟ ايه؟ انت دلوقتي عايشه مقيمه في الشقه دي؟ انا قاعده انا والاطفال بتوعي فيها. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه دكتوره اسماء حضرتك بتقولي هو بيقول ان انا رافضه ادي الحاجه حقها. تمام. طيب انا لو انا رافضه ادي الحاجه حقها هروح اجيب المحامي بتاعي يعمل جرد للشركه اللي هي اصلا شقه ابراهيم الوحيده، وانزل لها 3 ساعات من القاهره لحد طنطا لحد بيتها ب 108,000، وكنت رايحه اتهم لها والحاجه رفضت تقابلني. اول مره. ثاني مره رحت عملت قعده وديه، طلبت تشوف الاولاد. ثالث مره نزلت لها وحصلت مشكله هناك وما رضيوش ياخدوا الفلوس، قالوا ان احنا بندور على املاك اخونا. قلت لهم اخوكم كان عنده سرطان الله يرحمه ويسامحه، ما كناش حتى عارفين نتعالج، فهنجيب منين شركه ولا منين الفلوس؟ قلت لهم صناع المحتوى اللي على الابلكيشن اللي بيقولوا كلام هم مش عارفينه لمجرد الربح، هم بيقولوا اي كلام، لكن احنا بنتكلم في الورق وفي ما يثبت هو ابراهيم عنده ايه. بس لحد كده، ومن ساعتها الصله اتقطعت، وفيديوهات سب وقصف عليا، وزي ما انت اكيد متابعه الميديا، واخو ابراهيم بيطلع يتهمني بشرفي في اللايفات وكلام لا يعني لا يتقبله عقل ولا دين. طيب يا هبه لو كان عايش ما كانش هيتقبل اللي بيحصل ده. تمام. خلينا نقلك برضو الصوره الثانيه. انت دلوقتي بتقولي انه مفيش معاكي فلوس تعالجيه، وانك كنتي بتحاولي تشوفي حد يساعد معاكي، وفي نفس الوقت جايبه شقه ودافعه 100,000 جنيه وبتدفعي ايجارات. ده ازاي مع ده؟ طيب انا اولا مش انا اللي طلعت في بدايه التعب. ابراهيم من اول ما تعب احنا كنا بنلجا لنادي الزمالك ولكذا مكان ان هو يساعده، وابراهيم نفسه اللي عامل فيديوهات على صفحته متوثقه بده. اما ابراهيم جه في اول التعب كنا احنا بندفع ايجار 2000 وشويه هناك في المرج الجديده، وكنا بنروح كل يوم من بيتنا لحد المستشفى عشان ياخد كيماوي، اندرايف رايح اندرايف جاي، وكنا متبهدلين اخر بهدله. تمام. كنا كل يوم عايزين مبلغ معين عشان بس نقدر نروح بيه المستشفى. اللي بيقولوا لك اصل هم عملوا ازاي، ده هو كان بيجمع الفلوس دي بالعافيه عشان يجيب بيت بالقسط يستره، وندفع احنا كل شهر فلوس بدل ما ندفع ايجار ندفع اقساط. طب يا هبه هسالك برضو عشان احنا وقتنا للاسف بينتهي. انت قعدتي وقت طويل على ما رديتي علينا. الساعه ام ربع مليون جنيه اللي انت خدتيها من ما حصلش. وانا بوجه رساله من عندك للاستاذ تامر حسني. الساعه حضرتك اللي جبتها لابراهيم ساعه قبل، وانا طلعتها في الحلقه مع زميله لحضرتك ووريتها للناس وقلت استاذ تامر حسني لو مش دي الساعه اللي انت جايبها لابراهيم حضرتك اتمنى تطلع تقول الساعه ما كملتش 40,000 جنيه وهي ساعه قبل عاديه، وكانت لابسها لحد ما مات، وهي دي اخر حاجه بقى لي من ريحته، وهي مش ورث. تمام. يعني الساعه مش بربع مليون، دي ساعه قبل عاديه ب 40,000 بس. حتى لو بمبلغ قليل، وانت بتقولي ان انت مزنوقه او محتاجه علشان ولادك وكنت محتاجه علشان ابراهيم، فكان من باب اولى ان انت تتصرفي فيها. الساعه دي جت قبل ما ابراهيم يتوفى باسبوع، وكان ابتدت في ناس بتدفع في المستشفى، واستاذ تامر حسني جابها له هديه يعني منه ليه، لابسها في ايده. مات انا بعد ما مات ابيعها ليه عشان اكل عيالي؟ لا انا هطلع اشتغل واصرف على عيالي، ودي اخر حاجه بقى لهم من ريحه ابوهم. تمام. بتشتغلي دلوقتي يا هبه؟ هبه؟ طيب بشكركم جدا. بشكر الاستاذه هبه التركي ارمله
المرحوم إبراهيم شيكة، وبشكر كمان الأستاذ ماجد صلاح محامي أسرة إبراهيم شيكة. الحقيقة لغز كبير جدا، مش عارفين هيخلص امتى وهتظهر الحقيقة امتى. ان شاء الله ان شاء الله تظهر الحقيقة ويرجع حق إبراهيم ايا كان حقه، ونعرف إبراهيم مات ازاي، ايه الظروف اللي مات فيها، هل هو مات فعلا بسرطان ولا مات علشان سرقت او اتاخدت او اتباعت كليته. كل ده هنعرفه وهيظهر اكيد من خلال التحقيقات. الحقيقة أنا بشكركم، بس قبل ما أختم معاكم، حق الرد مكفول لأي حد ذكر اسمه النهاردة في الحلقة. احنا موجودين، وحق الرد مكفول لأي حد هنا في قناة الحدث في حديث اليوم. يتواصلوا معنا، وأكيد أكيد كل الأطراف مسموح لهم إن هم يقولوا ردهم. بشكر حضراتكم، وسلام عليكم.